ازاي تقدر تحافظ على صحتك لو بتحب جدا المقليات وما بتعرفش تقاومها؟ في الفيديو ده هكلمك عن 3 نقط مهمين جدا واخرهم هي اهمهم. ودي الحلقة الثالثة من سلسلة حلقات الحقيقة ساعات بتجرح بس اريح. دراسة اتعملت على مجموعة من الناس بخصوص المقليات، نصهم بيتناول مقليات يوميا والنص التاني بيتناول مقليات اقل من مرة في الاسبوع. لقوا ان المجموعة اللي بتتناول مقليات يوميا دول بيبقوا اقرب للاصابة بالسكر وامراض القلب والسرطانات بنسبة 55% اكتر. يبقى احنا نطلع من الدراسة دي ان انت تحاول تاكل مقليات في الاسبوعين مرة واحدة بس. تاني نقطة، خليك عارف ان عملية القلي في زيت غزير ده عملية بينتج عنها تغيرات في الاكل. مثلا تعرض الزيت لدرجة حرارة عالية وتفاعله مع الهواء، والهواء ده بيحتوي على هيدروجين جاز فبينتج عنه دهون متحولة او ترانس فاتس، وكتر تعرضك للدهون المتحولة دي بيزود فرص اصابتك بالسكر والكوليسترول وامراض القلب خاصة. اما عن النقطة الثانية لتغيرات في الاكل بتحصل مع القلي، تكون مادة الاكريلاميد. مادة الاكريلاميد دي بتتكون نتيجة قلي انواع من النشويات معينة في زيت في درجة حرارة عالية جدا. وللاسف لو انت دخلت قريت على الاكريلاميد دي هتلاقيها ماده مسرطنه جدا. واخيرا واهم نصيحه في الفيديو، حاول ان انت لو بتحب المقليات تقلل عدد اكلك ليها. حاول تتجه اكتر للاوفن فراينج او الاير فراينج، يعني ان انت بتقلي بس بزيت اقل جوه الفرن او جوه اير فراير. يلي الاوفن او الاير فراينج البان فراينج، ان انت بتشوح او بتقلي بكميه دهون بسيطه قوي في طاسه. اما اخر حاجه خالص هي الديب فراينج او هي القلي في زيت كتير وغزير وعميق، وهي دي اكترهم مشاكل صحيه. حاول ان انت ما تستخدمش الزيت اكتر من مره. اي تغير في لون الزيت وانت بتقلي يبقى لازم تتخلص منه فورا. بعض الطهاة العالميين بينصحوا ان احنا في الاكل اللي هيتقلى نحاول نضيف له بيكربونات الصوديوم، لان هم بيقولوا ان دي حاجه بتقلل امتصاص الاكل للزيت. اكتب لي في الكومنتس عايز الحلقه الجايه من حلقات الحقيقه ساعات بتجرح بس اريح عن ايه؟